أحسن طريقة اللي تقدر تعيش بها في هذا المجتمع وتفرض شخصيتك والحضور ديالك هي تصالح مع ذاتك. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تحميك من هذا العالم وتبني شخصية قوية باش تعرف فين كتحط رجليك وتمشي مستمتع في هذه الحياة. تصالح مع ذاتك هو من أعظم القرارات اللي تقدر تاخذ في هذه الحياة، وأحسن هدية ممكن تعطيها لنفسك. إلا قدرت تتصالح مع راسك حياتك كاملة غادي تتبدل، كتولي مرتاح وما محتاج تبرر راسك لتا شي واحد، وكتولي عارف القيمة ديالك وما كتبقاش تعلق بالناس، وكتعيش بواحد السلام داخلي. وما يمكنش تبني واحد المستقبل زوين وانت مازال ما تصالحتيش مع راسك. منين غادي تصالح مع ذاتك غادي تعطي لراسك بداية جديدة لأحسن نسخة منك. دوزتي أعوام من حياتك وباقي حاقد على الماضي، شحال من مرة لمتي راسك وحسيتي بالذنب وحسيتي براسك ما كافيش وخاصك تصنع واحد النسخة باش تكون مقبول. دابا جا الوقت باش تحبس هاد الصراع مع ذاتك. الا بغيتي توصل للسلام الداخلي ما غاديش تلقاه في الطوموبيل والدار والزواج. السلام الداخلي ما كاينش على برا، السلام الداخلي كاين في الداخل ديالك. السلام الداخلي كيتعاش من الداخل وكتوصل ليه فاش كتقبل كاع العيوب ديالك، شكلك، هضرتك، تصرفاتك، شي اعاقة عندك. وخاصك تسامح مع نفسك على الاخطاء اللي دارت واللي درتي في حقها. ديما كنعيشوا هاد الصراع الداخلي بسبب الطريقة اللي تربينا بها والمجتمع. كبرنا بواحد البرمجة خلاتنا ديما نحسو بالنقص. خاصك دير هادي باش نبغيك، خاصك تنجح في المدرسة باش نعطيك واحد الهدية، وإلا سقطتي في المدرسة انت فاشل. وديما كتقارن، ديما شوف فلان شوف فلان. من الصغر ديالك حتى لدابا غتلقى راسك تقارنتي مع شي 1000 واحد. وهاد المجتمع باش تقبل فيه خاصك تكون خدام وعندك دار ولا عندك شي هدف في هاد الحياة وتكون ناجح فيه. وإلا ما كانش هادشي انت انسان فاشل، وإلا عبرتي على الضعف ديالك انت ضعيف. يعني انت خاص ضروري تكون انسان مثالي باش يقدروك الناس، وهادشي كيترسخ في عقولنا. ولكن اللي كان خاصو يكون هو نكون مكتفين بريوسنا، وداك القبول اللي كنتسنوه من الناس نعطيوه لنفوسنا باش ما نطيحوش في هاد الحرب مع نفوسنا. ولكن حنا للاسف كنلبسوا واحد القناع وكنخفيو العيوب ديالنا. من هنا كيبدا جلد الذات وتتحس بالذنب، وهنا الانسان كيكون كيغلط وكيربط الغلط بالقيمه ديالو وتيولي تيحكم على راسو فاشل. ومن خلال التربيه اللي تربيناها في الصغر والبرمجه اللي تلقيناها ما تنقدروش نشوفوه هو مجرد غلط. نتقبل راسي بالعيوب ديالي ونحاول ما نطيحش في نفس الغلط. والتربيه ديال الصغر جمعت لك واحد التراكمات من الاحاسيس ديال الذنب والندم كيخليوك عايش في الماضي والاخطاء ديالك، وكتولي كتحس براسك ما كتستحقش تعيش مرتاح، وكتولي ما قادرش تقبل الاخطاء اللي درتي مع راسك، وما كتقدرش تقبل العيوب ديالك والضعف ديالك. كتبغي ديما تبان ناضي وعندك النفس ومثالي. ولكن حنا كاملين عندنا واحد الجانب مظلم فيه العيوب ومخبي بزاف ديال الاشياء على الناس وانت عارفهم غلط. هادشي كامل العيب الوحيد اللي فيه هو كنخليو القناع وكنهربوا من العيوب، كنخبيو المشاعر ديالنا وكنهربوا من الحقيقة ديالنا. وهادشي من اكبر الاخطاء اللي تقدر ديرها مع نفسك. داكشي علاش تصالح مع ذاتك هي واحد النعمة عظيمة، حيت هي الاساس ديال السلام النفسي. الا ما تصالحتيش مع ذاتك ما كتردش البال الحوايج الزوينين اللي عندك، وديما حاضي ومركز غير مع النقص اللي فيك. بلاصة خاصك تركز على الحوايج اللي عندك زوينين وتحمد الله وتشكرو عليهم. معناتها ديما كتشوف النقص اللي فيك الا ما تصالحتيش مع راسك. الا كان عندك خوف من النظرة ديال الناس ليك غادي تبقى ديما ترضي دوك الناس واخا تكون على حساب نفسيتك. هاد العلاقات ديما تتخليك تجلد راسك، وغادي تبقى ديما تتلوم في راسك على كل غلط، وكتعيش ديما في الماضي وما قادرش تستمتع في الحاضر، وغادي تبقى ديما كتحس بالنقص واحد السجن ما قادرش تخرج منه، وكتولي هارب ديما من الالم. ولكن انت بدون وعي كدير واحد التراكمات غادي يخلقوا لك واحد الالم كبر من هذا اللي كتعيشو. الهروب ما عنده فاش ينفعك، داكشي باش خاصك تواجه وتفرغ باش تكون حر نفسيا. اخوان، كاين فيديوهات في هاد الباج فيهم جميع الاليات ديال التفريغ وكيفاش تخطى اي جرح. اكبر عائق ما كيخليش الناس يتصالحوا مع انفسهم هو الماضي. اخطاء داروها، احداث، قرارات ندموا عليها، ولا شي تجربه دازوا منها. هاد الماضي ديالك خاصك تواجهه وتقبله، حيت ديك النسخه اللي خطأت منك كانت ناقصه في الوعي. اللي مهم دابا هو هاد النسخة تاع دابا طورها. اول خطوة باش ما تبقاش تعاود نفس الاخطاء ديال الماضي هو تقبل الماضي ديالك. اللي مهم هو انك تتعلم من الماضي ديالك. الله المغفرة ديالو كبر من اي حاجة، وما تصغرش المغفرة ديال الله قدام الخطأ ديالك. واجه وتقبل واغفر لنفسك، حيت الماضي ما كيتبدلش. معناتها ما خاصنيش نبقى في داك الماضي حيت كيضيع ليا كل دقيقة من حياتي اللي في الحاضر. داكشي باش واجه وتقبل وسمح ليه يمشي وتخطاه. التقنية ديال التفريغ دابا زوينة وغتخليكم تفهموا بزاف د الحوايج على ريوسكم. جيب ورقة وستيل وكتب دوك جوج حوايج فاش كتفكرهم وكتحس بالندم والذنب.
وسول راسك واش نقدر نغير هذا الماضي. الا كان الجواب ديالك لا، معناتها خاصك تسامح على راسك على داك المشكل، حيت الماضي ولا من الغيبيات ما عندك ما تغير فيه. ولكن يمكن لك تستافد من الرسائل اللي فيه وتقبل الماضي ديالك هو جزء من الرحله ديالك. ما تنساش انت انسان وعادي انك تخطئ. يعني انت ما كاينش شي واحد مثالي، المثالي يمكن لك توصل لها ولكن في حاله واحده، هي تقبل العيوب ديالك. يعني انت بلاصه تخفي العيوب ديالك حاول تفهمها، وسول راسك علاش كنتصرف بهذه الطريقه هذه، وشنو الاصل ديال الخوف ديالي، وعلاش عندي هاد المشاعر ديال الغضب. اي عيب كتبو سول راسك واش نقدر نتقبلو. والناس اللي متبعين الباج راه غيجيهم ساهل يتقبلو، حيت غادي يجيهم داك الشعور ديال الالم خفيف، حيت بداو كيفرغوا في هاد الشعورات. وهاد الشعورات هما طاقه في الجسد ديالك، ويمكن لك هاد الطاقات تفرغهم. وخاصك ما تبقاش تقول انا مكلخ واللي جاي يديرها بيا، انا حاسديني، انا ما عنديش الزهر. هاد العبارات الا ما حبستيهمش غادي يبقاو لك ديما في الواقع ديالك، ديما غادي تجذب هاد النوع من الناس وغادي يحسوك بنفس الشعورات. اللي تفرج في الفيديو ديال مرآة الوجود غادي يفهمني علاش كنهضر. يعني تبدل هاد طريقة التعامل مع ذاتك، ما تبقاش تجلدها بهاد الكلمات. حاول تعطي لنفسك واحد الافكار ايجابيه. اي حاجه كتوقع للصالح ديالك، اهم حاجه تعلم من هادشي اللي وقع ليا. المهم فهمت الرساله من الحدث، حيت الله كيهضر معاك بالرسائل. شتي الماضي ديالك كامل، اهم حاجه فيه هو الرسائل. وهاد الرسائل خاصك تفهمهم. راه حاط فيديو تاع كيفاش تفهم الرسائل. معناتها ما عندكش عذر باش تبقى في هاد جلد الذات. هاد الكلمات الايجابيه خاصك تعاودها، حيت عقلك الباطني كيتبرمج بالتكرار. وخاصك تطلع واحد الشعور ايجابي مع كل فكره ايجابيه قلتيها. وخاصك تحرر من داك الشعور ديال العار، هو اللي كيخليك تحس بليك الدنيا والحشمه. عادي تخطأ وكلنا خطأنا وكلنا عندنا ماضي. باش تصالح مع ذاتك خصك تعترف انك درتي اخطاء في الماضي، ولكن ما غاديش نخلي الماضي ديالي تحكم ليا في المستقبل. وما نخليش الاخطاء ديالي تحكم عليا انني خايب. يعني انت ماشي خاصك تكون مثالي، ولكن خاصك تقبل راسك كيما انت وتحبس داك الصراع اللي بينك وبين راسك. العيوب والاخطاء ديالك ما خاصهاش تكون واحد المصدر ديال العار، ولكن خاصها تكون واحد الاداه نوسع بها الوعي ديالي. اللوم وجلد الذات ما غيغيروا حتى حاجه، ويزيدوا غير المشكل. ولكن فاش غادي تسامح مع راسك غادي تلقى الطريق ديالك، وغادي تكون درتي اول خطوه نحو عالم افضل. وحاول دير واحد الحاجه اخرى، هي تحرر من المقارنه مع الناس. اي واحد باغي يقتل راسو هي يقارن راسو مع الناس الاخرين. كل واحد وكيفاش عاش، كل واحد والظروف ديالو. هو ما عاش نفس الظروف اللي عشتي انت وتتولي كتحكم على راسك. كل واحد والقصه ديالو. المقارنه اللي خاصك تقارن هي تقارن راسك بالبارح. دابا غادي نعطيكم العلامات باش تعرفوا واش وصلتوا للتصالح مع الذات. اول حاجه ما بقيتيش تفكر في الماضي وكتنسى اصلا واش كان عندك شي ماضي. معناتها ما بقيتيش كتجلد راسك على الماضي، وما بقيتيش كتحس انك خاصك تبدل راسك باش تكون مقبول، وما بقيتيش كتهرب من المشاعر ديالك وكتحاول تفهمها، وما كتبقاش كتقارن راسك بالناس وكتركز على القصه ديالك، وما كتبقاش كتعصب، وكتولي كتحاول تفهم المشاعر ديالك وكتقبلها وكتفرغها. منين كتحس بالمشاعر ديال الغضب او الحزن او الخوف او الفراغ او الاحباط، ما كتهربش، كتوقف، كتواجه، كتحضن وكتقبل، وكتسول شنو الرساله ديال هاد المشاعر. معناتها كتسول راسك شنو هو السبب ديال هاد الاحاسيس وعلاش ما بغيتش نحسهم، وعلاش كنختار رفض هاد الاحساس ونهرب منه وبلاصه نوقف ونواجهه. بهاد الطريقه كتكون فصلتي راسك على المشاعر والافكار اللي كيكونوا مسيطرين عليك. هاد الرحله ديال التشافي كتبغي شويه ديال الوقت، ماشي واحد الحاجه اللي كتجي بسهوله او ما بين ليله ونهار. ما تقساش على نفسك وما تنساش انك عايش واحد السنوات ما عرفتش تتعامل مع المشاعر ديالك، وخلاو لك واحد التراكمات تقدر تحتاج منك واحد المده ديال التفريغات. وفي الاخر غادي تحرر من القيود باش تقدر تعيش باحسن نسخه منك، وتختار تكون صديق لنفسك ماشي العدو ديالها. وما تنساوش تخلونا واحد اللايك وكومونتير. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.